دايما تسمع عن النقرس انه بيجي للناس اللي بتاكل لحمه كتير، انه بيتسمى بداء الملوك، مع ان الحقيقه ان اللحمه مش الجاني الرئيسي وغالبا مظلومه في القضيه دي. النهارده باذن الله هنعرف يعني ايه نقرس وليه بيحصل وازاي بيتشخص وازاي بيتعالج. النقرس هو نوع من انواع التهابات المفاصل، بيحصل بسبب حمض اسمه اليوريك او اليوريك اسيد بدا يترسب جوه المفصل بصوره كريستالات حاده، واشهر مكان بيحصل فيه الترسب ده هو صباع الرجل الكبير، وممكن كمان في الكاحل او الركبه، وممكن في مفاصل تانية بس دول الاشهر. فالمريض يحس بالم رهيب لو نايم يصحيه من النوم، يلاقي المفصل محمر ومنتفخ لدرجه انه مش قادر يلمسه من شده الالم. طب ايه السبب لكل ده؟ وايه اللي جاب حمض اليوريك للمفصل اصلا؟ اقول لك ان القصه بدات من البيورين. البيورين ده موجود في خلايا جسمنا، ولما الخلايا تموت او تتجدد الجسم بيكسره، واخر ناتج من التكسير ده هو بطل قصتنا وسبب المشكله، حمض اليوريك. الطبيعي ان الجسم يتخلص منه عن طريق الكلى في البول وجزء صغير في البراز، يعني في الاخر الحمض ده بيكون بنسبه معينه في الدم والباقي لازم يطلع بره الجسم. المشكله تحصل امتى؟ لما الجسم ينتج حمض اليوريك زياده عن الطبيعي، او الكليه ما تقدرش تتخلص منه، وده يخلي نسبته تعلى في الدم، ومع مرور الوقت ممكن يترسب في المفاصل. وبقول ممكن عشان مش اي حد عنده حمض اليوريك عالي يبقى عنده نقرس. الحمض ممكن يفضل عالي سنين وما يحصلش حاجه، المشكله تبدا لما يبدا يترسب حوالين المفاصل، وساعتها الجسم يتعامل معاه كعدو ويبدا الالتهاب، وده اللي بنسميه النقرس. طب ايه هي العوامل التانية اللي ممكن تزود حمض اليوريك؟ السمنه، كل ما الوزن زاد كل ما الجسم ينتج منه اكتر. مقاومه الانسولين، يخلي الجسم يحتفظ بيه بدل ما يطرده. بعض الادويه زي مضرات البول تقلل قدره الكليه على اخراجه. تاني حاجه الاكل، المتهم الاكبر واللي بيتسمى النقرس بسببه بداء الملوك. في اكلات غنيه جدا بالبيورين زي اللحمه الحمراء، الكبده، الكلاوي، السردين، الانشوجه، لما الجسم يهضمها تزود انتاج حمض اليوريك، ولكن بنسبه اقل حوالي 20%. عشان كده الاكل مش السبب الرئيسي، بس بيزود المشكله لو في قابليه. تاني حاجه العصاير المحلاه والمشروبات الغازيه، الفركتوز اللي فيها يزود تكوين حمض اليوريك. تالت حاجه الكحوليات وخصوصا البيره، فيها بيورين اصلا بنسبه عاليه، ومع كل مره الكبد بيشتغل على تكسير الكحول ويزود انتاج الحمض. كده عرفنا ايه هو النقرس وبيحصل ازاي. ندخل على التشخيص. اول حاجه الدكتور يسال الالم بدا امتى، فين بالظبط، جه تدريجي ولا فجاه؟ كل دي اسئله مهمه في التشخيص. تاني حاجه الفحص الاكلينيكي، الدكتور يشوف شكل المفصل، في احمرار، في ورم، الاماكن المشهور يظهر فيها، كل ده يدعم التشخيص. ثالث حاجه التحاليل، لو حمض اليوريك عالي في الدم فده برضه يدعم التشخيص. اخر حاجه لو متاح بناخد عينه من سائل المفصل وبندور فيها تحت الميكروسكوب على البلورات اللي كونها الحمض، لو لقيناها فده بيأكد التشخيص 100%. الخلاصه ان التشخيص بيتاخد من التاريخ المرضي والاعراض وشكل المفصل والتحاليل، سواء دم او العينه اللي خدناها من سائل المفصل. لو اتحطت كل الحاجات دي جنب بعض الدكتور يقدر يقول ايوه ده نقرس. ندخل على اخر مرحله وهي العلاج. العلاج هنا بيتقسم لمرحلتين. اول مرحله هي علاج النوبه او اعراض الهجمه اللي ظهرت، وده بيحصل رقم واحد بمسكنات ومضادات التهاب، رقم اتنين كولشيسين بيكون مفيد لو اتاخد بدري، ثالث حاجه في بعض الحالات الدكتور ممكن يستخدم كورتيزون. ثاني مرحله علاج طويل المدى عشان نمنع الهجمات اللي جايه، والهدف هنا نقلل حمض اليوريك في الدم سواء بادويه تقلل تكوينه او تسهل اخراجه. واخر حاجه شويه حاجات يغيرها المريض في نمط حياته، يقلل اللحوم الحمراء، يبعد عن المشروبات الغازيه واللي فيها فركتوز، يشرب ميه كتير، لو عنده سمنه يحاول يخس، وبيشرب كحول يبطل. وبس كده، يا رب يكون الفيديو مفيد. ما تنساش تشترك في القناه عشان المعلومات توصل لغيرك.